ازيكم يا شباب؟ في الليسون ده تعالوا نشوف مع بعض ازاي هننزل بريكس على الووردبريس ونقدر نستخدمه بعد كده. اول حاجة هنتكلم عليها ازاي نجيب بريكس اصلا. عندنا كذا طريقة ان احنا ننزل بيها بريكس. اول حاجة ان احنا نروح على الويب سايت بتاعه نشتري لايسنس من اللايسنسز الموجودة دي. تاني حاجة، انت حاليا مش عايز تشتري وعايز تجرب بريكس، فببساطة ممكن تروح على تراي بريكس هنا وهتعمل اكونت. يعني خليني اوريكم، انا كنت عامل اكونت قبل كده، وهنا انا عملت لوجن في الاكونت بتاعي. هروح على ماي سيتنجز عشان ده مالتي سايت، فليه طريقة مختلفة شوية عن الووردبريس اللي شفناه في الليسونز اللي فاتت. فهنروح على تراي بريكس، مش اول واحد، هنروح على تاني واحد وندوس على داشبورد، وده هيوديني على الويب سايت اللي انا هشتغل عليه. هنا هتلاقيهم منزلين لك بلجنز محددة تقدر تستخدمها، يعني تقدر تشغل البلجنز اللي انت عايزها او تقفلها. فمش هيكون مفيد معانا ان انت تستخدم بريكس هنا في الادفانسد كورسز، لكن في اول كورس اللي احنا شغالين فيه حاليا ممكن ان انت تستخدم بريكس هنا، لان احنا مش هنستخدم مع اي بلجنز مختلف. الطريقة التالتة ان انت تشتري لايسنس من مكان موثوق زي ووردبريس لايسنسز. هتختار بريكس وتختار اللايسنس بتاعتك. بتكون سعرها مخفض جدا عن اللايسنس ان انت تشتريها من الويب سايت نفسه، وتقدر تتواصل معاهم عشان تعرف التفاصيل بتاعة اللايسنس. خلينا نقول بقى ان انت اشتريت اللايسنس من موقع بريكس، فازاي هتجيب بقى البلجن؟ هنروح على الايكون دي ونعمل لوجن في الاكونت بتاعنا. انا طبعا عامل لوجن، فهتيجي هنا هتلاقي داونلود بريكس ثيم، هتدوس عليها. ده هينزل لك اخر نسخة من بريكس. لو انت عايز نسخ قديمة تقدر تلاقيها هنا. دي اخر نسخة نزلت. هروح على الووردبريس عندي، هروح على themes appearance themes. بعكس بقية البيج بيلدرز اللي هم بيكونوا plugins، بريكس واكسجين وكذا حاجة تانية هتلاقيهم themes مش plugins. فهنروح هنا ونعمل add new theme، وفوق هنا خالص هلاقي upload theme، هدوس عليها. وهنا انا كنت منزله، فهشده هنا من الداونلودز عندي، هحطه في تشوز فايل. لو سبتها في اي حتة تانية هنا مش هتابلود، يعني هي بس رخمة شوية، فلازم تحطها على الزرار نفسه، يا اما تدوس على تشوز فايل وتختارها من الكمبيوتر. هندوس انستول ناو، وكده خلاص الثيم بتاعي بيتعمل له انستول وقال لي خلاص سكسسفول. هروح على ثيمز، هلاقيه موجود هنا، هعمل اكتيفيت، وكده الثيم اتفعل معايا. اول حاجه محتاج اعملها عشان اقدر استخدم بريكس اصلا ان انا انزل اللايسنس بتاعتي. اللايسنس هجيبها منين؟ برضو من الاكونت. هرجع هنا، هروح على لايسنسز، وهلاقي اللايسنس بتاعتي هنا. هاخد اللايسنس كوبي وهروح هنا، هروح على كلمه لايسنس واحط اللايسنس بتاعتي بيست واكتيفيت. كده انا عملت اكتيفيشن للويب سايت بتاعي، هتلاقيه هنا اكتف. في نقطة مهمة عايز اتكلم عنها، وهي ان احنا لو اشترينا بريكس، خليني افتح بريكس في تاب جديد. انا مثلا مشتري وان ويب سايت، فانا عندي لايسنس بتشتغل على ويب سايت واحد بس. انا عامل ويب سايتس اتعلم عليها، عامل حاجات على اللوكال هوست بتاعي كذا ويب سايت مش واحد بس، فازاي هستخدمه على كذا ويب سايت؟ لو جينا هنا كده على الدوكيومنتيشن بتاع الاكتيفيشن، هلاقي ان انا الويب سايت بتاعي لو اخره دوت لوكال او تيست او دبليو اي بي، اقدر ان انا استخدم اللايسنس عدد لا نهائي، مش هتكاونت معايا على اللايف ويب سايتس. اللايف ويب سايت بس هو اللي هيكون واحد، لكن اي development environment هتكون مجانية عادي تماما. فاحنا عملنا الويب سايت بتاعنا اصلا، لو رجعنا هنا هنلاقي ان هو كان دوت لوكال، واحنا كان ممكن نغير الدوت دي باي حاجه واحنا بنعمل الويب سايت. فدوت لوكال هتخليك تاكتف اللايسنس عندك وما تستخدمش من الكاونت بتاع اللايف ويب سايت. نيجي بقى للجزء المهم، وهو الجزء بتاع السيتنجز. هنا في بريكس هروح على سيتنجز، وهنتكلم بس على الحاجات المهمه اللي هنستخدمها في الكورس بتاعنا ده. مش هتكلم عن حاجات ممكن نستخدمها في حاجات ادفانسد، بس هنستخدم الحاجات اللي احنا محتاجينها حاليا فقط.
فاول حاجة، بما اننا هنا على الكاستم كود ماشي، فخلينا نشرح الحتة دي سريعا. الكاستم كود هو بيخليك تقدر تحط اكواد في البيلدر وتعمل لها اكسكيوت عشان تشتغل. دي حتة كده سكيور شوية من بريكس، ان هو عشان لو انت مش هتستخدم اكواد تبقى قافل الجزء ده. وحاليا في الكورس ده مش هنستخدم اي اكواد. بالنسبة بقى ان انت عندك كود من جوجل اناليتكس مثلا، عندك سنيبت عايز تحطها في الهيد او حاجة زي كده، فتقدر ان انت تحطها في الهيدر من هنا، او الحاجات الجلوبال بتاعت الويب سايت. ولو عندنا كاستم سي اس اس جلوبال على الويب سايت كله عايزين نكتبه، نقدر نكتبه في الحتة دي بدل ما يبقى جوه كل صفحة من صفحات الويب سايت. كده الحتة دي خلاص. نروح بقى على general. اول حاجة البوست تايبس. ايه هي البوست تايبس؟ زي ما اتفقنا ان كل الحاجات دي اسمها بوست تايبس. يعني البوستس ده بوست تايب، pages ده بوست تايب، وهكذا. وبنقدر نعمل custom post types نحط فيها داتا مختلفة احنا عايزينها. فهنا عندي لو انا عايز اعمل edit للبيجز ببريكس، هلاقي عندي الزرار ده اقدر اكتبه عشان edit البيجز. لو رحت على البوستس مش هلاقي الايديت اوبشن. يعني لو رحت بيجز هنا كده وانا واقف هنا هلاقي edit with bricks. لو رحت على البوستس هقف هنا مش هلاقي edit with bricks. حتى لو عملت الايديت دي مش هلاقي حاجة هنا. فلو رحنا على السيتنجز وفعلنا البوستس وعملنا سيف تحت خالص ورحنا تاني على البوست، هقف هنا كده هلاقي edit with bricks. حتى لو عملت edit هلاقي هنا زرار edit with bricks. فنرجع تاني للسيتنجز. الجزء بتاع ال SVG، لو عايزين نحمل صور SVG على الويب سايت لازم نفعل هنا for administrator. وبفضل ان هي تفضل دايما for administrator، وده لان ال SVG هي مش صور عادية، انت ممكن تكتب فيها اكواد، وده ممكن يبقى خطر لو انت عندك ويب سايت مثلا الناس بتقدر تخش تعمل ساين اب وتحط صورة للبروفايل بتاعها وهكذا. فممكن شخص يرفع صورة SVG موجود فيها كود يعمل لك هاكينج للويب سايت، او ان هو يلم sensitive data من على الويب سايت. فانت بكده بتفتح ابواب ملهاش لازمة للسكيورتي بريتش على الويب سايت بتاعك. فدايما هنخليها للادمنستريتورز، ولو انت مش هتستخدمها فاقفله، بس احنا هنستخدمها عادي فهنخليها for administrators. هنا مش محتاجين حاجة. الدوبليكيت كونتنت محتاجها تكون enabled. الدوبليكيت كونتنت هو لو انت عندك صفحة وعايز تعمل زيها بالظبط بس هتغير شوية من محتوياتها. يعني انت عندك البيز كامل زي ما هو بس هتغير سيكشن او اتنين مثلا، فتعمل دوبليكيت للصفحة دي. ودي ليها بلجنز منفصلة بس بريكس بيوفر لنا ده في نفس الثيم، يعني او في نفس البلجن. فلو رحنا هنا كده على بيج وقفنا عليها هتلاقي دوبليكيت الصفحة دي. خلينا نرجع بقى تاني على السيتنجز. احنا ما عملناش سيف لل SVG، فعلها تاني وهنا دي enabled. الفورم سبمشنز، لو انت بتكولكت الفورم سبمشنز على CRM مثلا او في اي مكان تاني فتمام ان انت ممكن تخلي دي مقفولة. لكن لو الويب سايت بتاعك هو المكان الوحيد اللي بتشوف فيه السبمشنز بتاعت الفورم، او يعني بمعنى الداتا اللي الناس بتحطها في الفورمز عندك على الويب سايت، فهتفعل ان هو يسيف ده في الداتابيز. مش محتاجين اي حاجة تانية من الصفحة دي. هنعمل سيف ونروح على البيلدر اكسس نشوفه بسرعة. وده انت بتدي اكسس للناس دي على حسب ما انت عايز حد يedit او محدش يبقى ليه اكسس على البيلدر خالص. فده على حسب انت عايز تعمل ايه في الويب سايت. نروح على البيلدر، ودي اهم نقطة. اول حاجة الاوتو سيف. هنا انا بحب اديسيبل الاوتو سيف علشان هو بيعمل لي شوية مشاكل انا ما بحبهاش، وهي ان انا ساعات ببقى فاتح صفحة اجرب فيها حاجة معينة ومش عايز اسيف الحاجة دي، عشان لو ما نفعش السولوشن اللي انا بجربه هقفل الصفحة وخلاص. مش هقعد ارجع للهيستوري وارجع للحاجات اللي انا عملتها واشيلها وهكذا، لا هقفل الصفحة وخلاص كده. بالنسبة للناس اللي بتنسى تعمل سيف فخلي ده عادي مقفول، يعني ما تعملوش ديسيبل، سيبه كده لان طبعا انت هتكون محتاجه. ده السيف تايم بيسيف كل قد ايه. البيلدر مود محتاجه دارك ولا لايت.
اللانجوج بتاعت البيلدر. انا بفضل دايما ان اللانجوج بيلدر تكون انجلش ويكون ليفت تو رايت. ده معناه ايه؟ معناه ان البيلدر، خلونا نشوف مع بعض البيلدر كده سريعا. لو انا فتحت اي بيج عملت لها edit، البيلدر عندي left to right معناها ان البانل دي على الشمال، وان الكلام جوه هنا يبقى انجلش. ده اللي انا اخترته. في ويب سايتس هتكون بتعمل لغات مختلفة منها العربي، فمعنى ان انت مش هتاكتف الاوبشنز اللي قلنا عليها، ان انت هتلاقي في الصفحة العربي البانل دي بقت الناحية دي على اليمين، وهتلاقي ان الكلام ده بقى بالعربي، فهتحس ان انت فتحت بيلدر مختلف تماما عن اللي انت متعود عليه. فانا دايما بحبها يكون ده ثابت على الشمال left to right، واللغة بتاعته تكون انجلش. التول بار لوجو لينك ده الجزء ده اللوجو بتاع بريكس. انت عايز لما تدوس على اللوجو ده ايه اللي يحصل؟ انا بالنسبة لي بحبها تكون البوست تايب. يعني لو انا فاتح صفحة مثلا، جينا هنا في البيجز، انا واقف هنا في البيجز، رحت عامل edit with bricks. خلينا نسيف دي بس الاول عشان اوريها لكم. نعمل كده سيف، ونيجي هنا. انا واقف هنا وعملت edit with bricks. خلصت الصفحة دي وعايز ارجع على الصفحات تاني علشان اشوف الصفحة اللي بعدها واعمل لها edit، فهدوس على الزرار ده كده يرجعني على الصفحات. طيب لو اخترت حاجة تانية زي مثلا فين هي اهي الداشبورد، وعملت سيف كده، لما هروح على الصفحة اعمل لها edit واخلص وادوس هنا يوديني على الداشبورد الاساسية خالص بتاعة الووردبريس. فمن هنا انت بتحدد انت عايزه يروح فين، يعني لما تدوس على اللينك ده يروح فين. اخر حتة هنا هي open in a new tab، لو انت عايزه لما تدوس على اللوجو يفتح الحاجة اللي انت اخترتها في new tab او يفتحها في نفس التاب. الكانفاس دي حاجة مهمة بالنسبة لي برضو. أم، انا هنا مثلا خلينا نعمل element، خلينا نعمل section ونحط جواه مثلا شوية حاجات. وهنعمل منهم كذا section كده، رايت كليك ودوبليكيت. كده انا عندي كذا section. الجزء ده معناه بيعمل اوتو سكرول للإليمنت. يعني لما انا اجي كده افتح هنا مثلا وادوس هنا، بص الإليمنت دي فين؟ فوق خالص، لازقة في الشاشة فوق خالص. لا انا بالنسبة لي بحب ان الحاجة اللي بكون بعمل عليها edit تكون في نص الشاشة، فهاجي هنا كده اعملها 50%، بحيث ان هو يحطها لي في نص الشاشة. لو عملت مثلا نعمل سيف كده ونعمل ريفرش كده، لو جيت مثلا اخترت مثلا الإليمنت ده في نص الشاشة، اخترت ده في نص الشاشة، فهيسنتر لي الإليمنت بتاعي اللي أنا شغال عليه في نص الشاشة. أنا بالنسبة لي بحبها كده، بتكون أوضح، خصوصا أنت لو شغال على حاجات صغيرة زي دي، لا الإليمنت قدامك مش هتلاقي واحدة فوق، هتلاقي واحدة تحت وهكذا. حاجة تانية من الحاجات المهمة، نيجي بس على الجزء بتاعنا ال structure panel. انا بحب يكون الدوبليكيت والديليت ظاهرين، ودول هيسرعوا معاك جدا. شفتوا احنا دلوقتي لما كنا بنعمل دوبليكيت للحاجات دي، يعني مثلا انا بعمل دوبليكيت للسكشن، بدوس رايت كليك وبعدين اشوف فين اهي دوبليكيت اهي، منيو بتقرا، هتقعد تقرا فين الدوبليكيت اهي وتدوس عليها. لا انا عايز زرار يكون واضح ظاهر قدامي اقدر استخدمه بسرعة، فهعمل دول كده سيف. لو عملنا ريفرش هاجي هنا الاقي زرار الدوبليكيت ظاهر وزرار الديليت ظاهر بره. فانا لو عايز اعمل دوبليكيت بسرعة او ديليت بسرعة، سهل جدا ان انا اعمل دوبليكيت او اعمل ديليت، فهيسرع معايا بدل ما اقعد اقرا في المنيو. حاجة كمان من الحاجات المهمة اللي بتحسسني ان الورك بليس نضيف، ان اعمل كولابس اون بيج لود. خلينا نعمل سيف كده. هنا احنا اول ما فتحنا الصفحة لقينا كل حاجة مفتوحة، كل حاجة مفتوحة، فتحس ان في نعكشة كبيرة هنا. لا انا دلوقتي لو عملت ريلود بعد ما فعلتها، هلاقي كل حاجة مقفولة. فالإليمنت اللي انا هدوس عليه فقط هنا
هو اللي هشتغل عليه. وهنا ما فتحش، انا دوست على الاليمنت ما فتحش، وده الاوبشن الجاي اللي هنشوفه. لو جينا هنا كده هيقول expand الاكتيف element وسكرول into view. ده عكس اللي احنا عملناه هنا. يعني احنا هنا كنا بندوس في الاستراكشر بانل اللي على اليمين يظهر لنا الاليمنت اللي اخترناه هنا في الشمال. ده العكس. لما هاكتف ده كده واعمل سيف واعمل ريفرش، لما هدوس على الاليمنت ده يفتح لي ويجيب لي الاليمنت اللي انا واقف عليه، بحيث ان انا ابقى شايف الاليمنت ده. عايز اعمل له رينيم مثلا اعمل له رينيم، عايز اعمل منه دوبليكيت، عايز اعمل اي حاجه اعمل له رابنج، اي حاجه، فابقى شايف الاليمنت اللي انا شغال عليه ما اقعدش ادور عليه. الاليمنت سيكشن انا بحب كل الحاجات تكون بلوك. يعني لما هاجي اراب اليمنت اول اوبشن ظاهر لي هو البلوك. لما اجي انسرت اليمنت يكون بلوك، الانسرت لاي اوت برضه يكون بلوك. انا ما بستخدمش الاتنين دول قوي، بس اكتر حاجه بستخدمها هي الرابنج وبحبه يكون في بلوك. ايه الفرق بين البلوك والديف؟ هما الاتنين زي بعض، بس الديف يعني لو عندك مثلا كلمه واحده وعملت لها رابنج بديف. رابنج يعني بتحط الحاجه جوه element اكبر منها، تمام؟ فحطينا مثلا ديف حوالين التكست، هيبقى الديف قده بالظبط. طب البلوك هيبقى الفول ويتس بتاع الويب سايت او الفول ويتس بتاع الكونتينر اللي هو جواه. فدايما البلوك احسن. في بعض الاحيان بنستخدم ديف، بس يعني 95% هتستخدم بلوك، فهنخلي دي زي ما هي. الانسرت element واللي اوت هي لو احنا جينا وقفنا كده مثلا على الكونتينر هلاقي هنا زراير. لو دوست هنا كده هتلاقيه باي ديفولت بلوك، فانت ممكن تختار حاجة تانية من هنا او ممكن تغير الديفولت. بس انا لو دوست كده بيعمل بلوك اهو، اسمه بلوك تحت. بس كده، دي كانت اهم السيتنجز اللي محتاجين نعرفها ونظبطها في بريكس واللي هنستخدمها في الكورس بتاعنا.